السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بتوحشوني. يا رب ما يحرمني منكم ابدا، خليكم ليا. هعمل معاكم النهارده ان شاء الله باذن الله كيكه جوز الهند. طبعا الكيكات كلها قريبه من بعض، بس بنحاول نغير في الطعم شويه يعني. هنسمي الله كده. معانا كوبايه الا ربع زيت على سمنه، معانا كوبايه لبن، معانا كوبايه زبادي، كوبايه جوز الهند، 3 بيض، فانيليا طبعا، كوبايتين دقيق، رشه ملح، بيكنج باودر، معلقه ونص بيكنج باودر. وطبعا قبل اي حاجه هنعمل الشربات كوبايتين سكر وكوبايه ميه. لما تغلي هنحط نص الليمونه. بس كده هنسمي الله كده بقى مع بعض، ونبتدي بقى نحط الحاجه ممكن نضربها طبعا على ايدينا، ممكن نضربها في الخلاط. طبعا بضربها في الخلاط اسهل. 3 بيضات، السمنه بنحط السوائل الاول، السمنه والزيت، فانيليا، الزبادي، احط معلقه خل واضربه واوريه لكم. هنحط بقى جوز الهند على الدقيق، دي بتبقى طريه قوي يا جماعه، بتبقى حلوه قوي بجد. رشه ملح، معلقه ونص بيكنج باودر. انا ما بحط السكر فيها زي ما انتم عارفين، ما بحط سكر في الحاجه لما تكون هيتحط لها شربات، عشان ما تبقاش مسكره قوي. يعني في ناس بتحبها كده وناس بتحبها دي، حسب المزاج بقى. فهي لو احط لها سكر هيبقى كوبايه الا ربع سكر، او كوبايه زي ما بتحبوا برضو، ممكن نص. لو احط لها سكر، لكن انا بكتفي بالشربات. تاخدش حاجه خالص، حاجه حلوه في البيت جميله. و يعني مع انتوا عارفين طبعا، يعني ما شاء الله عليكم، يعني مع كوبايه شاي. انا بالنسبه لي بتبقى وجبه، يعني بالنسبه لي، يعني انا مش اكيله قوي، بالنسبه لي بتبقى وجبه. يعني وجبه بمعنى ان انا بشبع منها، يعني لو خرطه واحده مع كوبايه شاي بشبع. والصينيه هنا يعني مبطناها بالسمنه كده، وحاطه دقيق عليها كده. بس كده خلاص، خدتش حاجه اهي. طبعا انا مولعه الفرن من ربع ساعه كده على 180. هحطها بقى، ولما تطلع بقى كده اوريها لكم. شايفين كده لسه مطلعاها حالا من الفرن، شكلها منور ازاي. نسقيها بقى الشربات ونسيبها شويه كده مع نفسها تشرب. هي كده شربت زي ما انتم شايفين كده. قطعها بقى.
بقى نشكلها كده. حبه جوز الهند كده على الوش، شوكولاته ممكن، شوكولاته مبشوره برضو. يعني اللي تحب تزوقي بيه. جميله، ريحتها حلوه قوي قوي. بصوا نعمل بقى بالحلاوه عامله ازاي، ريحتها جميله يا خطيره بجد. مش عارفه اقول لكم عامله ازاي يعني. بصوا حلوه حلوه وطبعا زي ما بقول لكم ما بحطش سكر من جوه انا، يعني سكرها معقول يعني، مش مسكره قوي. يا رب تكون عجبتكم. ولايك وشير، فعلوا الجرس عشان الوصفات توصلكم. والسلام عليكم.